غلطتين بنعملهم واحنا بنتعامل مع مشاعرنا، إما إنِّك بتقفشي فيها ومش عايزة تسيبيها، أو إنِّك بتهربي منها ومش عايزاها تلحقِك. مشاعرنا عاملة زي ساعي البريد اللي جاي يسلِّم رسالة وأول ما يخلّص مهمته هيمشي، ولكن اللي بيحصل إن إحنا كبشر أوقات كتيرة جدًا ما بنعرفش نستلِّم الرسالة، يا إما مش فاهمين إن في رسالة أو إن إحنا فاهمين بس مش عارفين نقراها. فاللي بيحصل إن إحنا we get stuck بنتزنق مع شعور مش فاهمين هو عايز مننا إيه ولا عارفين نتعامل معاه. هاقول لكم مثال عن التمسّك بالمشاعر الحقيقة الأمهات شاطرين فيه جدًا، وهو التمسّك بالإحساس بالذنب، وكإننا اتخلقنا عشان نعيش مع الشعور ده، مش عشان نستلم الرسالة منه ونقول له مع السلامة باي باي. وبما إنِّك مسكتِ في الشعور ده يبقى أنتِ أكيد جاي لِك من وراه مصلحة، زي ما بنقول كده secondary gain. وأوقات كتيرة جدًا بيكون الsecondary gain هو إنِّك لمّا هتفضلي تلومي نفسِك على الحاجة الغلط اللي أنتِ عملتيها تجاه ولادِك، ده هيخلّيكِ تحسّني من نفسِك. وتصلّحي من الغلطات اللي أنتِ عملتيها، وعشان تفضلي متطمنة إنِّك دايمًا بتحسّني وإنِّك دايمًا بتبقي أم كويسة، بتخلّي شعور الإحساس بالذنب ده قاعد في جيبِك، تكوني متطمنة كده وهو قاعد معاكِ. وأنا أقدر أقول إن كتير أوي من جيلنا عنده مشكلة التمسّك بالإحساس بالذنب، عشان اتربينا بفكرة let them feel bad to do better، وكأن إحنا دايمًا لازم نبقى تحت ضغط عشان نبقى بنعمل أحسن. طيب واللي بتهرب من مشاعرها لا تمسك فيها، دي غالبًا هربانة من ألم عاشته بأي شكل من الأشكال، فعاشت خايفة بتجري من إحساس الألم ده إن هو يتكرر في حياتها، عاشت خايفة، عاشت هربانة مهما شغلت نفسها ووهمت نفسها إن هي في أمان، فالخوف قاعد جواها، بيطلع كل فترة يقول لها أنا لسه موجود على فكرة، ويوترها ويحسسها إنها تحت stress كبير، وبعدين ممكن يهدى شوية بإنها تشغل نفسها عنه. ولكنه معاها. عايزاكِ وأنتِ بتسمعيني دلوقتي تاخدي نفس عميق وتغمضي عينِك وتفكري كده، هل أنا في جوايا شعور ممكن أكون متمسكة بيه بالرغم من إنه تاعبني؟ أو شعور تاني خايفة منه جدًا فعمالة أهرب منه ومش عايزة أواجهه؟ وعايزاكِ تسألي نفسِك سؤال مهم، الشعور اللي جوايا ده كان جاي يسلم رسالة ويمشي، يا ترى إيه هي الرسالة اللي أنا معرفتش أقراها؟ هل الشعور ده جاي يحذّرني من حاجة؟ جاي ينبّهني؟ جاي يفكّرني بحاجة قديمة؟ طيب إيه اللي يحصل لو أنا استلمت الرسالة دي من الشعور وفهمتها وفكّرت فيها وبدأت أشتغل عليها وقُلت للشعور مع السلامة باي باي، إيه اللي ممكن يحصل في حياتي من تغيير؟ وإيه التغيير كمان اللي ممكن يحصل لو أنا فضلت قافشة في الشعور ده أو هربانة منّه؟ حياتي كده هتبقى شكلها إزاي وكده هتبقى شكلها إزاي؟ عايزة أفكركم إن إحنا ماشيين مع بعض رحلة تزكية، ورحلة التزكية دي عايزين نتخلص فيها من أي حاجة ممكن تكون بتعكر علينا صفو الحياة، بتتعب قلوبنا وأرواحنا. وعشان كده التخلص من المشاعر اللي هي المفروض مؤقتة أمر حتمي لينا في رحلة حياتنا.